في يوم من الأيام كانت الكهرباء طافية في صنعاء، وفعلا تيجي أوقات لما كنت أنا في صنعاء كانت الكهرباء تنطفي جزئيا في صنعاء، وبعض الأحيان تنطفي كليا، ظلام دامس يا جماعة. يقول في ذيك الليلة كان الكهرباء طافية. يقول كنت أنا أسوق التاكسي الساعة 10:30 بالليل. يقول اتصلت علي أختي، هم يسمونها في صنعاء كريمتي، يا الله على هذا اللفظ الجميل كريمتي. يقول كلمتني وقالت في أغراض أبغاك تجيبها من بيتنا، بيت الوالد، تجيبها بيتي. هي متزوجة طبعا. وين بيتها؟ بيتها في شارع الستين، أيضا شارع الستين شارع كبير ومعروف في صنعاء. تجيب لي إياها. قال أبشري أبشري ولا يهمك. وفعلا راح لبيتهم وأخذ الأغراض واتجه لأخته حتى يعطيها الأغراض في شارع الستين. يقول رحت لأختي ونزلت لها، أعطيتها الأغراض وسلمت عليها ومشيت. يقول وأنا راجع، طبعا هو وين ساكن؟ ساكن في حي اسمه نقم، ويبغى يمر عن طريق الحصبة، أيضا منطقة في صنعاء اسمها الحصبة. وما أجمل هذه الذكريات، ذكرني الأخ رامي بصنعاء الجميلة. يقول وأنا راجع وظلام دامس، فيه واحد أسود البشرة يأشر لي. يقول وقفت. يقول كنت أنا في ذيك اللحظة يا أخ علي مخزن قات، القات مخزن قات ومروق وعلى سنقة 10 مثل ما يقولون، وكان الجو بارد، وكنت رافع نوافذ السيارة كنت رافعها. يقول المهم وقفت عند هذا الرجل، فتحت النافذة اللي بجانبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا أخي تأخذني معاك الشارع مازدا؟ يقول الأخ رامي إنه شارع مازدا على طريقي. يقول قلت له طيب تفضل. يقول أنا من عيونه حسيت بقشعريرة، ما ارتحت له. يقول ركب معي. يقول الرجل ريحته ما هي كويسة، يقول متبخر بشيء ما هو كويس، ريحة عفنة، ريحة ما هي كويسة. يقول على يده اليسار 3 خواتم أو خاتمين كذا. يقول وأظافره عليها مناكير لونها أسود أو حنة، يقول لونها أسود. يقول الرجل راكب جنبي. أنا صراحة يقول تضايقت، لأني لاني قادر أفتح الدريشة لأنه برد وأنا مخزن قات ومعرق، ولا مشكلة يعني. يقول مشيت، توكلت على الله ومشيت. يقول دخلنا في حي اسمه النهضة، حي النهضة كانت في نقطة تفتيش. يقول وقفني العسكري، طبعا ظلام دامس يا جماعة فهم لازم يفتشون. يقول وقفني العسكري. يقول وفتحت النافذة له. السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول طالع فيني العسكري، طالع فيني، وطبعا يقول أنا مولع الإضاءة. يقول طالع فيني وطالع في اللي جنبي، وكان يضحك العسكري. يقول أنا استغربت منه يضحك، ثم قال لي اطلع يعني تفضل روح. يقول لما مشيت من عند العسكري كانت في مطبة بعد العسكري على طول. يقول كنت مخفف مطب صناعي علشان أخذ المطب. يقول سمعت العسكري ينادي صاحبه في الشارع الثاني في الضفة الأخرى للشارع، يقول له يا محمد شوف هذا الحمار، يقصد هذا أخونا رامي، شوف هذا الحمار مركب جنبه تيس. يقول أنا وارتعبت، سمعته وهو يقول إنه راكب جنبي تيس. يقول ما استطعت إني أحط رجلي على الكلتش وأعشق السيارة. يقول والتفت يسار، ما أبغى أشوفه، أخاف أشوف تيس. يقول المهم مشيت شوي ولا 15 متر 20 متر، ووقفت على اليمين قلت له بالله ينزل. يقول وانا ما اشوفه، ما طالعه. يقول ما طالعه، يقول خايف. يقول انا خايف، وانتم تسمعون الاخ رامي في التسجيل وهو يقول هذا الكلام. يقول انا خايف. يقول قال لي يا اخي المكان هذا مقطوع، وديني مكان ثاني. قلت لا، قلت الله
خليك تنزل الآن، انزل الآن، ولا ترى بلف وارجع للعسكر واكلمهم انك رفضت تنزل. قال لا 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 ما تكلم العسكر. يقولوا نزل، يقول هو نزل، يقول وادور وارجع للعسكر. يقول ناديت العسكري اللي فتشني، قلت له بالله تعال، جاء السلام عليكم ورحمة الله. قال يا اخي انا مريت من عندك قبل شوي واسمع تتكلم صاحبك تقول شوف هذا الحمار مركب جنبه تيس، يعني معزة ماعز. يقول قال اي والله، اي والله انه اللي جنبك تيس. قال يا ابن الحلال شو اللي جنبي تيس؟ اللي جنبي رجل اسود البشرة. قال اقول لك والله تيس، اللي جنبك والله تيس، شفته بعيني. يقول قلت طيب وصاحبك شاف؟ قال اسأله. سأله قال انت شفت الثاني؟ قال لا والله بس سمعته يقول انه هذا الحمار مركب جنبه تيس. يقول انا رعبت وصعقت ولا ادري وش قصة هذا الرجل. يقول قال لي العسكري ليش فيه؟ يقول قلت يا اخي اللي كان راكب جنبي رجل اسود البشرة، في الحقيقة سوداني، يقول لهجة سودانية. طبعا هذا ما في عيب لاخواننا السودانيين، لكننا نصف الحدث. يقول قال وينه؟ قال نزلته هنا 10 امتار و 15 متر قريب مرة. يقول ركبوا معي عسكر وقالوا تعال نجيبه. يقول رحنا للمكان، والله يا اخ علي ما لقيناه، فص ملح وذاب. يقول دورنا ما لقيناه. انا ابغاكم يا جماعة الخير تحاولون تفكرون معي ايش وضع هذا الرجال. انا بقول لكم تحليلي وانتم اعطونا تحليلكم. انا اتوقع والله اعلم ان هذا رجل ساحر، لان مواصفاته الشكلية، الرائحة، الخواتم، وموضوع اللون الاسود هذا اللي على اظافره، هذا يعطيك مؤشر. ايضا من الاشياء اللي تعطيك مؤشر انه لما مر من عند العسكر غير شكله. هل هو يستطيع تغيير شكله حقيقة؟ لا، هو يستطيع ان يعمل سحر التخييل. سحر التخييل مثل الذي عمله سحرة فرعون عندما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس يشوفون الحبال والعصي أنها حيات وحيوانات، وهي في الحقيقة عصي وليست حقيقة. الحية الحقيقية كانت مع موسى، لأن موسى يمتلك المعجزة ما هو السحر. فهذا الساحر كان مستخدم سحر التخييل. بتقولون لي ليش؟ أنا وجهة نظري ليش؟ لأنه مر من عند نقطة تفتيش، ولا يبغى العسكر يعني يستوقفونه أو يطلبون بياناته أو يتحققون منه، وبالتالي فلت من العسكر. لما نزل اختفى بسرعة حتى لا يرجع له العسكر. هذا أنا تحليلي للأمر، وأنا أنتظر تحليلاتكم ونظرتكم للأمور. الأخ رامي صراحة يعني أثنى علي وأظهر لي حبه ووده، وهذا ليس بغريب على أهل اليمن، أهل الوفاء وأهل الكرم. أسأل الله أن يصلح أرضهم ويصلح بلدهم، وأن يكف كيد المعتدي الآثم على اليمن. وقال لي إذا بإذن الله صلحت أحوال اليمن نتمنى أنك تزورنا وتكون ضيف عندنا. وأنا أقول للأخ رامي ولكل أخ يمني عزيز على قلبي، أنا أحب اليمن وكل السعوديين يحبون اليمن، ونتمنى لليمن أن يكون في أحلى حلة وأبهى منظر وأبهى حالة، وهذا بإذن الله قريب. وسأعود لليمن لأنني ما شبعت. أنا ذهبت لليمن للإفادة للتدريس، ابتعثتني المملكة ودرست في اليمن من عام 30 حتى 33، ورجعت وبقيت لي سنة، وكنت أنوي أن أجوب فيها ربوع اليمن، ولم أتمكن من ذلك. ولا زال في نفسي أن أعود إلى صنعاء وأعود إلى إب وتعز وعدن وأتجول فيها.